عمرك شفت مركب صيد جاية من البحر وهتدخل النيل في نفس الرحلة وفي نفس الوقت؟ يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض وأوريكم أشهر معالم راس البر وهو منطقة اللسان. يلا بينا نشوف الفيديو اللي كنت كلمتكم عنه في أوتيل شتايجنبرجر. ادي فيديو اللسان اهو، ويلا بينا نبدأ. احنا دلوقتي يعتبر في أشهر منطقة في راس البر، والمنطقة دي اسمها منطقة اللسان. ده طبعا اوتيل شتايجنبرجر اللي انا كنت كلمتكم عنه في الفيديو اللي قبل ده على طول. قلت لكم ان الاوتيل ده اول اوتيل وبل الوحيد في العالم كله المطل على نهر النيل والبحر المتوسط في نفس الوقت. طبعا كل المعلومات اللي انتم حابين تعرفوها عن الاوتيل هتلاقوها في الفيديو، وهسيبه لكم في صندوق الوصف، هتلاقوها في الفيديو اللي قبل ده على طول. طبعا احنا دلوقتي على ممشى اللسان. يعتبر اهو اللسان ده اللي هو المنطقة بقى اللي بتفصل ما بين البحر المتوسط اللي انتم شايفينه ده، المراكب اهو البحر المتوسط كله بانوراميك فيو واسع بقى، المنظر كله قدامكم. مراكب بقى رحلات ومراكب الصيد والكلام ده كله. وبعد كده بتلاقوا بقى اللي هو الفنار الجديد اللي هو بالشكل ده. وبعد كده بتلاقوا بقى الممشى بيبقى باين منه الاوتيل بتاع شتايجنبرجر، الاوتيل اللي هو السياحي العالمي ال5 نجوم الموجود منه فروع جدا في مصر، بس ده الفرع ده بالذات اعتبره ان هو مميز. والناحيه دي اللي انتم شايفينها ده بقى نهر النيل بالفنار بتاعه القديم اللي هو لونه طوبي ده. وهقرب لكم برضو الكاميرا زي ما انتم شايفين كده علشان تشوفوا منظر الفنار القديم، وتشوفوا كمان المنظر بتاع الفنار الجديد في نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده. يعني شكل اللي هو الفنار الجديد زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ده الفنار بتاع السفن والمراكب والكلام ده كله، يعتبر زي تنبيه كده. طبعا وفي صيادين كتير جدا بيجوا في المنطقة دي بيصطادوا، وطبعا في مراكب صيد ومراكب شراعية، وفي مراكب اللي هي بتاعة المينتيننس بتاعة المنطقة كلها، التصليح والكلام ده كله، وادي الصيادين واقفين بيصطادوا. وفي طبعا مراكب صيد بتطلع من النيل بتروح البحر بتصطاد وترجع والعكس صحيح. وادي الممشى الفاصل او الممشى اللي الناس بتقدر ان هي تمشي عليه. وبيجوا بقى ياخدوا احلى صور وبيقعدوا في المكان ده كده. وده الجاردن بتاع اوتيل شتايجنبرجر بالشكل الجميل ده. تعالوا بقى اوريكم نقطة التقاء البحر بالنيل بصورة اوضح. شايفين؟ بصوا اختلاف اللون اهو، السطر ده اللي انا قلت لكم عليه هو بقى السطر ده كله كده، والامواج دي بقى البحر المتوسط، والناحية الهادية دي النيل زي ما انتم شايفين كده. وادي المراكب اهي جايه من البحر اللي كانت في اول الفيديو داخله بقى للنيل. وكده اقصى زوم ان ممكن اعمله علشان يوضح لكم. اكيد طبعا انتم شايفين الفرق من اختلاف اللون. وادي السطر اللي انا بقول لكم عليه اللي بيفصل النيل عن البحر. شايفين يا جماعه؟ يعني سبحان الله حاجه تحفه بجد. وادي كمان شكل توضيحي اكتر بالشكل ده. شايفين يا جماعه؟ بصوا بصوا، يعني حاجه مش موجوده الا في مصر بس، يعني حاجة تحفة بجد. يعني مش هقدر اقول لكم غير بجد انتوا لازم تيجوا تشوفوها بنفسكم، والكاميرا ظلماها وبتبقى واضحة اكتر من كده كمان على الطبيعة. طبعا وانتم واقفين على الممشى بتاع اللسان بتلاقوا نهر النيل على يمينكم، ومعاه الفنار اللي هو القديم بالشكل ده. وادي الممشى اهو اللي الناس بتمشي عليه. وادي الفنار الجديد اللي هو ده اللي هو الفاصل ما بين الناحية اليمين والناحية الشمال. بنلاقي على الناحية اليمين زي ما قلنا نهر النيل، وعلى الشمال البحر المتوسط بالشكل الجميل ده. حاجة بجد يا جماعة معجزة إلهية مش موجودة إلا في مصر بس، من جميع دول العالم. وفي آخر الممشى ده بتلاقوا بقى نقطة التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط. والجميل كمان في المنطقة هناك ان انتم بتلاقوا طيور النورس كتير جدا موجودين في المنطقة، وبتلاقوا بقى مراكب يعني رايحة جاية من النيل للبحر، رايحة تصطاد وراجعة من البحر للنيل برضو نفس الكلام. يعني حاجة بصراحة جميلة جدا، وأنا ما شفتهاش في أي دولة رحتها. ياما بنروح دول كتير أو أماكن حتى جوه مصر، ياما بنروح مكان بيبقى نيل بس أو بحر بس، لكن عمرنا ما شفنا الحاجتين مع بعض غير في المكان ده. وادي لفة سريعة أخيرة في المنطقة. بتلاقوا اهو الأوتيل زي ما اتفقنا، والممشى عادي اللي الناس بتتمشى عليه. بتقدروا تشوفوا النيل زي ما انتم شايفين اهو، وبتقدروا تشوفوا الفنار زي ما انتم شايفين كده، وبتلاقوا نقطة التقاء البحر بالنيل. وبعد كده بنلف الكاميرا كده كمان شوية، بنقدر بقى ان احنا نشوف البحر كمان بصورة كاملة مكملة مجمعة بمنظر واحد وبعدسة واحدة.
وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه جوله وقهوه عراق على اليوتيوب، وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي باي.